جمهور الزمالك هو جمهور المبادئ الحقيقي اولا طبعا، وكل شيء انا والله العظيم اتواصلت مع كتير من اخواتي الاهلاويه طبعا اللي انا بحترمهم جدا، وكنت سعيد جدا جدا بالنقاش معاهم. الناس دي طبعا انا اتعرفت عليهم من الصفحه، ووعدتهم طبعا ان احنا هنفتح لايف وهنتناقش مع بعض قريبا ان شاء الله، بس ظروف شغلي تسمح. حلقه النهارده بجد مليانه تفاصيل. في البدايه طبعا انا بتمنى الفيديو ده يكون اكسبلور عشان يتصدر لكل جماهير مصر. للعلم طبعا كل فيديوهاتكم هجمعها في فيديو واحد وارد عليكم واحد واحد، حتى طبعا لو اختلفنا مع بعض فانت تظل اخي وفوق راسي، ولك مني ما ألقاه منك، احترام باحترام. يلا نبدأ. احمد الشيخ في واقعة الزمالك فوضني ورب العرش نجاني. سواء احمد الشيخ عمل كده او لا، فاحمد الشيخ لمجرد الفكره كان خارج اسوار نادي الزمالك. لو قال انا ماليش رغبه العب في الزمالك هقول له اتفضل ادي عقودك مع الف سلام. تمام. هذا الكلام صدر من حضرتك وانت عمرك ما بترجع في كلامك. ساعتها بيقل ادب يا مدحت. لا ما حصلش حاجه. لا والله ما قال حاجه. لا ده قدامك الرد ليوسف. لا ما قالش حاجه. اسمع بس يا سميث من فضلك. اتفضل. الزمالك فوتني ورب العرش نجاني. نجاك منين يا ولد؟ طب اذا قال انا ما قلتش ده وانا مش بلاقيش معاك. لا عمري اقسم بالله ما طلع مني لفظ تجاه نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك بالشكل ده. مشكله امام عاشور تعتبر نفس المشكله دي، والكل كان متوقع ان امام عاشور مش هيجي الاهلي، واقرب حاجه كانت ليه نادي بيراميدز، ولكن في القضيه دي الزمالك يتفوق على الاهلي، فهنا ندي نادي الزمالك نقطه. في جزء مهم طبعا لازم اتكلم عنه، هو مؤمن زكريا ومعروف يوسف وخالد جمر وايمن حفني وباسم علي. كل اللعيبه دي تعتبر كانت ماضيه نفس الفرقتين، هما الاهلي والزمالك في نفس الوقت، بس النقطه دي طبعا تحكمها الفلوس وتفوق ادارات الانديه في الامتيازات المقدمه لاغراء اللاعب. شوف دي ودار كان بيحكي ان معروف يوسف ما كانش مصدق ان في فلوس في نادي الزمالك. خالد انا خدت فلوسي حطيتها في العربيه ووديتها التمرين عشان معروف يشوف ان انا خدت فلوس، ان نادي الزمالك فيه فلوس. فخدت فلوسك ووريتها المعروف، ادي يا معروف انا خدت فلوس اهو. الزمالك صادق معايا. في الجزئيه دي طبعا الاهلي والزمالك متساويين في نفس المبدا، الا اني شايف الاهلي اقوى في جزئيه الفلوس والامتيازات المقدمه. في الجزئيه دي طبعا ما فيش اي نقاط لاي فرقه، لان الاثنين متساويين، فالموضوع ما فيهوش مبادئ. في وقت ما ابو جبل اتخصم له مستحقات بسبب ادعاء الاصابه والقضيه اللي حصلت، وللاسف ابو جبل خارج اسوار نادي الزمالك. ابو جبل مش هجدد. شكرا. نفس الكلام طبعا كان مع حارس الاهلي عصام الحضري، الاثنين اتعاملوا نفس التعامل، والاثنين طبعا طلبوا السماح، والاثنين كانوا في وقتها نجوم مصر. حضري جو تو هيل. وبكده طبعا نقطه للاهلي ونقطه للزمالك. نتكلم عن نقطه ثانيه وهي المدربين، فانا عايزك تشوف حسام البدري وانت اتعاملت معاه ازاي. حسام البدري واخد تدريب الاهلي كوبري عشان يدرب تاني بعد فشله مع المنتخب الاولمبي، والا كان زمانه بيدرب بترول اسيوط. اما محمد فكتب عندي احساس ان حسام البدري عايز يمشي بس عايزها تيجي من الاداره، فبيعمل اي مشكله كده عشان هم اللي يمشوه. رد مصطفى وكتب مع اقرب عرض مادي كويس حسام البدري هيسيب الاهلي ويخلع، والايام هتبين. اما عمر فقال تاني مره حسام البدري يجي النادي ويبقى عايز يمشي عشان فلوس زياده، وانتوا كاداره بتروحوا تتعاقدوا معاه، يبقى هاتوا الحضري بقى طالما كده. انا بقى اعتبر غيرك يمكن في الجزئيه دي، في جزئيه فيريرا طبعا، ان النادي طبعا تعامل الاداره معاه كان خطا في ان هم مشوا ورجع تاني، بس الراجل ما اعترضش. كارتيرون طبعا زي ما احنا عارفين كانت في مشاكل بينه وبين مرتضى، كانت مشاكل طبعا على اشدها، وكان طبعا حابب يمشي مش لانه عايز زياده، ولكن طبعا زي ما انتم عارفين لعته احدهم داخل اداره النادي. في الجزئيه دي برضو ممكن نضيف نقطه لنادي الزمالك، في لعيبه طبعا واشخاص داخل النادي كانت حابه فلوس اكتر، برغم طبعا ان احنا مش هنختلف على حبهم للكيان وان ده حق مشروع ليهم، لان التفكير في المصلحه الى حد ما تعتبر احتراف، ولكن انا استغنيت عنهم. طبعا زي ما انتم عارفين الكلام الى حد ما عن طارق حامد، ويمكن نفس الكلام ينطبق عليك الى حد ما في قضيه حسام عاشور، اللي انت ممكن تكون استغنيت عنه بسبب ان انت عايزه يعتزل او بسبب فلوس. في النهايه طبعا انت تعاملت ان انت تخليت عنه، وانا نفس الكلام اتخليت عن طارق حامد. نفس الكلام الى حد ما ممكن ينطبق على احمد فتحي، ولكن طبعا عبد الله السعيد ورمضان صبحي الامر هنا يختلف، فانا هعمل لك حلقه ان شاء الله كامله عنهم. فهنا طبعا الى حد ما نقطه للاهلي والزمالك، لانهم في الجزئيه دي نفس المبدا. نرد على جزئيه جزمه شيكا، هل هي فوتوشوب ولا لا؟ بس عايزين نفكر بعقلانيه في الموضوع ده. شيكا ومرتضى منصور بينهم خلافات كتير من زمان جدا. مرتضى منصور بيشجع نادي الزمالك، فاكيد هتلاقيه وسط جمهور نادي الزمالك مش وسط جمهور النادي الاهلي، مع اني طبعا مش مستبعد الحته دي. امزح. شيكا دايما عصبي جدا، فكل اللي بيعمله ان هو بيرد على مرتضى اللي هو وسط جماهير نادي الزمالك، وعندي الى حد ما فيديوهات كتير تبين الموضوع ده. انت عايز تعرف اعمل ايه؟ الفاظ بذيئه، اشارات الى اماكن غير محترمه في جسمه، بيشاور عليها ويشاور عليا فيها، وقال هتضحك، وجه ابراهيم خده وهو حسام مشاه، ثم رجع تاني ليا وبصق على المنديل اللي كان في ايده او الشعره، ما اعرفش ايه اللي كان في ايده، وراح راميها. فلو فعلا هو عمل الكلام ده، فهات لي فيديو واحد يثبت اللي انت بتقوله،
ولو على الصور طبعا انا ممكن اعمل لك شيكا ممكن يرفع الجزمه في وش اي حد. وبرده كمان انا مش ببرر لشيكا الا اني شايف ان شيكا غلطان في انفعالاته، ولكن انا هقول لك ليه هو بيتصرف التصرف ده وعايزك تفكر معايا بعقليه. الجمهور طول عمره بيحب شيكا لانه في يوم من الايام كان سبب فرحتهم وكان سبب في متعه. ولو انت مش مصدق كلامي ادخل اعمل سيرش على لعيبه النادي الاهلي بيتكلموا ازاي على شيكابالا او لعيبه مصر عموما ان هو يعتبر الى حد ما لاعب حريف كوره فعلا. وبكده طبعا الى حد ما خلصنا من جزمه شيكابالا. بس انا هنا في الجزئيه دي لسه عندي كلام كتير جدا، تحليل نفسي للموضوع ده واللي بيعمله شيكابالا، لان انا طبعا شخص من اسوان وعارف شيكابالا وعارف النوبه تصرفاتهم ازاي، فهشرح لك الموضوع ده بس بعدين. المره اللي جايه ان شاء الله هكلمك عن الناس اللي لعبت عندي وعندك، وهل في ناس شتمتني وانا رجعتها. هنكمل المقارنات مع بعض ان شاء الله بكل ادب واحترام. لو عندك اي تعليق اكتبه لي وانا هرد عليك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنساش اكسبلور الفيديو عشان عايز اوصل لاكبر فئه من جماهير مصر عشان نتناقش بكل عقلانيه وبحب واحترام. ما تنساش فولو عشان تتابع كل اللي جاي. سلام.